السلام عليكم. رئيس الفيفا انفانتينو يجتمع مع أمير قطر ويطردان الكاميرون من كأس العالم بعد اعتراف الحكم بكاري جاسامة. شاهد ماذا حدث. ولكن قبل أن نبدأ عطروا فمكم بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. قبل انطلاق المونديال بأيام قليلة فقد اجتمع رئيس الفيفا انفانتينو مع أمير دولة قطر الشيخ تميم في الدوحة صباح اليوم. ونقلت وكالة الأنباء القطرية أن هذا الاجتماع تم بسبب اعتراف الحكم الجنبي بكاري جاسامة بتلاعبه في مباراة الكاميرون والجزائر التي أقصيت فيها الجزائر بفعل فاعل من كأس العالم. وقرر أنفانتينو استبعاد المنتخب الكاميروني وطرد صامويل إيتو من قطر. وقد أمر أنفانتينو بتأهل الجزائر مباشرة إلى المونديال، وسوف يتم هذا الإعلان غدا بمشيئة الله تعالى. وسيتم إعلان مشاركة المنتخب الجزائري في المجموعة السابعة في المجموعة التي تضم منتخبات البرازيل وسويسرا وصربيا. وستكون أولى مباريات المنتخب الجزائري في المونديال أمام منتخب سويسرا. وأيضا قرر أنفانتينو سيتم استبعاد الحكم بكاري جاسامة وشطبه نهائيا من منظومة التحكيم وتحويل صامويل إيتو إلى التحقيق ووقف النشاط الكروي في الكاميرون لمدة عامين بسبب هذا التلاعب. وفي النهاية لو أنت محب لتأهل المنتخب الجزائري إلى المونديال اضغط لايك على هذا الفيديو ولا تنسى الاشتراك في القناة ليصلكم جديدنا.